قال انا صابر وقلبي عليم. في سجن قلع عزيز القوم فيك السحالة، وابي جواري اكيد والله ما لها مثيل. يحور مثل الاسد يشبه لابوه وخاله، مثل الثمر في جناها تمر راس النخيل، اصيل في موطنه ايضا ومثل عياله. ايها الاخوه، هذا القصيده من كلمات شاعر بدر محمد عبد الوهاب زيادي، وهي مرسله الى جميع آل زيادي الذي ادخلوه السجن. نرجو الاستماع. والى الان لا زال في السجن. وبجواري أكيد والله ما له مثيل، يحور مثل الأسابيع شبه لابه وخاله، مثل الثمر في جناها تمر راس النخيل، أصيل في موطنها يضنوي مثل خياله. ولا لها بالخطر ما يكون احتماله، والصبر حكمه أكيد والله يرعى الجميل، ومن تجمل قريب بشر برد الجماله، واهدي سلامي عداد ما وهب في فوج الهليل، يملي ربوع أرضنا على ما يوازن كواله. بقات بكل ذيه جد واليه بخيل، قد تهملوا أخ منكم طالع حبساتي قاله، له تسعى في مركزي بدون أي دليل، إلا دعاية كلام من قيلي قالت وقاله. يا صاحبي للدليلة تبتعد أو تميل، حافظ على واجباتنا حول علا والرجالة، كم لي وانا اشكي وناري القلب يشعل شعيل، وانتو جنود المطافي طولي نار استعالة. كتيك الفتل ماله، ووالدي قد صبر والصبر دايم فضيل، صبر على كل عوجة جاءت له لا قباله، والآن نفر صبرنا واصبح من المستحيل، من بعد ذي قد
الجامع يوضح مكان المقتطف وانحلاله. والحق واضح ولكن قد جاء له بديل، بالكذب ذي روجوه لو قادوا في شواله. كل ركن ذا يحصل طبني آخر مديل، وخاب ظن الجميع الجيد يسلم حاله. يا ابن القلم قصر الشر طفي نار الفتيل، لا تدخلوا حرب حامية فأسيره لا محالة. من صدق الناس يكسر صاحبه والخليل، ويدخله في طريق الشر واهل الضلاله. حبسي عليكم ثقيل ذا كيلي ولا استكيل، هذا كلامي لكم ان ثأر عبر الرساله. بالحق باشيل حملي خفي ولا ثقيل، وبالمقابل على خصمي قايس لحاله. يا راعي القافله حواسب تجاك نقيل، إذا بعيرك ضعيف ذرك وعادك سفيل.